في الفيديو ده هقول لك ازاي بقى عندي اكتر من 260 الف متابع ووصلت ل 20 مليون واحد على الانستجرام في خلال 6 شهور من غير مصرف ولا جنيه. الطريقه اللي مشيت بيها اعتمدت على 5 حاجات مهمه ساعدتني اكبر الاكونت بتاعي واقدر اوصل للاعداد الرهيبه دي في وقت يعتبر مش كبير قوي. طبعا في حاجات تانية كتير بس احنا هنتكلم على اهم 5 وفي الفيديو ده هنتكلم فيهم بالتفصيل. والست حاجات اللي هنتكلم عليهم في الفيديو دول هم النيش سيلكشن، البراند، الفاليو، الكونسيستنسي والانجيجمنت. ما تقلقش هم يبانوا مجعلصين بس الموضوع بسيط جدا. واول حاجه هو النيش سيلكشن او اختيار الشريحه المستهدفه. لما تيجي تكون عايز تعمل اكونت على السوشيال ميديا، سواء هو الاكونت الشخصي بتاعك عايز تكبره او الاكونت بتاع البيزنس بتاعك، لازم يبقى عندك اختيار للشريحه اللي انت هتستهدفها. يعني من الاخر ما ينفعش الاكونت بتاعك يكون بتاع طبخ وفي نفس الوقت ازاي الناس تعمل فلوس وفي نفس الوقت تنميه الذات وفي نفس الوقت بتتكلم على الكوره، لان اللي بيحب يسمع كوره مش بشرط يكون بيحب الطبيخ، واللي بيحب الطبيخ مش شرط يكون مهتم بتنميه الذات، وهكذا. فلازم تبدا يبقى عندك نيش او شريحه اللي انت بتستهدفها بالمحتوى اللي انت بتحطه. وممكن نقعد نتكلم على النيش فيديو كامل وازاي تختار النيش بتاعك وكل ده، لو برضه حابين اكتبوا لي في الكومنت. في رايي عشان يبقى النيش بتاعك ده ناجح لازم ينطبق فيه 3 شروط، وده الطريقه اللي انا اشتغلت بيها. اول شرط ان هي تكون حاجه انت شاطر فيها. يعني ما ينفعش تعمل اكونت على الطبيخ وانت ما بتعرفش تطبخ، ما ينفعش تعمل اكونت على الكوره وانت مش عارف حاجه في الكوره، ما ينفعش تعمل اكونت على حاجه انت مش كويس فيها او مش شاطر فيها او ما عندكش العلم الكافي فيها. ومش لازم تكون جهبذ وفاهم فيها جامد قوي، مهم يكون عندك اساسيات الموضوع. تاني شرط ان تكون حاجه بتحبها. لما هنتكلم على النقطه بتاعه الكونسيستنسي او الاستمراريه، النقطه دي هتنور قوي. بس لو حاجه انت مش بتستمتع بيها او بتحبها وانت بتعملها، هتتعب قوي انك تعمل محتوى، لان هي حاجه اصلا تقيله على قلبك وانت مش حاببها. لازم يكون الموضوع في حاجه انت بتحبها. ثالث شرط ان يكون الناس مهتمه بيه. برضو لما تيجي تختار الشريحه ما ينفعش تكون شريحه صغيره قوي 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 اللي مهتمه بده. انا مثلا في المحتوى بتاعي بتكلم انك ازاي تطور من نفسك، سواء في انتاجيتك، سواء في تنظيم وقتك، سواء في صحتك، سواء انك ازاي تعمل فلوس وتطور من مستواك المادي، سواء ازاي تطور نفسك في الشغل، سواء تطور نفسك في مذاكرتك، وهكذا. لو انا كنت صغرت الشريحه دي واخترت حته صغيره قوي 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 شريحتها قليله، ما كنتش هكبر، لان كان الناس اللي هتبقى مهتمه بده ناس قليله جدا. يعني نفترض مثلا ان المحتوى بتاعي كان ازاي تحل الواجب مثلا، يعني كان ناس عددها قليل قوي اللي هتبقى مهتمه بده وبتتابعني، لان حتى لو اهتم بيه شويه بعد شويه هيبطل يعمل واجب، هيكبر، هيخلص مدرسه، هيخلص جامعه، وهكذا. فلو في نيش معين انت حابه، حاول تشوف الصوره الاوسع بتاعته عشان ما تبقاش مزنوق في حته شريحتها قليله. تاني نقطه مهمه عشان تكبر الاكونت بتاعك هو البراندنج. البراندنج ده برضو موضوع كبير قوي، بس هو باختصار الشكل اللي انت حابب تظهر بيه او الطريقه اللي انت حابب تظهر بيها. وبرضو شايف ان في 3 نقط مهمه. الجزء الاولاني البراندنج في الشكل. يعني انا مثلا هتلاقيني مثبت الالوان، بمشي في باليتة الوان معينه هي دي اللي بشتغل بيها. هتلاقيني مثبت الفونت اللي بكتب بيه الكلام على الفيديوهات بتاعتي او في البوستات. هتلاقيني في فيديوهات اغلبها بلبس نفس الالوان، لدرجه ان في ناس كانت فاكره ان ما عنديش لبس بس انا من الاخر بحاول اربط صوره ذهنيه في دماغك ان انت لما بتشوف الالوان دي بالشكل ده بتفتكر ان الحاجه دي انا اخدت منها حاجه كويسه قبل كده. وفكر فيها زي ماكدونالدز، زي ستاربكس، زي كل الحاجات دي بيبقى ليهم لون مميز وشكل مميز دايما ثابتين عليه. لو انت فجاه رحت ماكدونالدز وبقى لونه اخضر هتستغرب، ولو رحت ستاربكس تشرب قهوه ولقيت فجاه بقى لونهم ازرق هتبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل. الالوان ارتبطت في دماغك بالبراند ده. الحاجه الثانيه هي ما تسمى الايدنتيتي، الهويه اللي انت حابب تظهر بيها برضو كبراند. البايو بتاعتي شكلها، الخلفيات في الفيديو بتاعتي هاديه ولا الوان صاخبه ولا عامله ازاي، كل الحاجات دي انا كنت مثبتها عشان برضو ادي نفس البراندنج او الهويه. والحاجه الثالثه المهمه برضو ان البراندنج بتاعي يكون ليه علاقه بالنيش او الشريحه اللي اتكلمنا فيها. ما يبقاش البراند بتاعي بيظهر مثلا في ايفنتات او بيظهر في حاجات ملهاش دعوه باللي انا بتكلم فيه. يعني مثلا ساعات بيجي لي ايفنتات في مواضيع ملهاش دعوه بيا خالص، وبتبقى فرصه حلوه وفيها ناس كتير وكده، لكن للاسف برفضها عشان هي لا تنطبق على الهويه اللي انا بتكلم فيها او الهويه اللي انا بحاول احطها لنفسي. ساعات غصب عننا واحنا بنبدا الحاجات دي بنبقى عايزين نخش في كل حاجه عشان فاكرين ان ده ظهور اكتر، ولكن ده بيشتت اللي بيتفرج عليك او اللي متابعك انت بتاعيه. ثالث نقطه وبالنسبه لي دي من اهم النقط وهي الفاليو او القيمه. في عالم السوشيال ميديا دلوقتي بقى في دوشه كتير وبقى في ناس كتير بتقدم محتوى. عشان تقدر تتميز لازم تكون بتقدم قيمه. وثلاث حاجات مهمه في القيمه او في الفاليو اللي هتقدمه. اول حاجه انك
انك تكون بتقدم اكتر قيمه تقدر عليها. ناس كتير بتفكر ان انا لما ادي قيمه ببلاش او من غير ما اخد فلوس من الناس قدام مش هعرف اكسب من الاكونت واطلع منه فلوس. بالعكس، في الزمن اللي احنا فيه ده كل حاجه بقت موجوده ببلاش على الانترنت، فانت كل ما هتدي قيمه اكتر الناس في العادي بتدفع لها فلوس عشان تاخدها ويلاقوها عندك ببلاش، كل ما الثقه والمتابعه بتاعت الناس هتزيد ليك، لان عارفين ان انت كل ما بيرجعوا للاكونت ده بياخدوا قيمه. ومش لازم القيمه دي تكون في حاجه بتدرسها او في حاجه بتشرحها، ممكن القيمه دي انها بتوفر عليهم وقت، ممكن القيمه دي انها بتوفر عليهم فلوس، ممكن القيمه دي انها بتخليهم يعملوا حاجه انجز واسرع. كمان ركزت ان القيمه بتاعتي اللي انا بقدمها تكون اكشنبل، يعني حاجه تقدر تتعمل. دايما بحاول اركز في فيديوهاتي ان اللي يخلص الفيديو يقدر يبدا الحاجه دي دلوقتي حالا، ما يبقاش كلام في الهواء او كلام يكون معقد او صعب يتعمل. دايما بحاول اخليه حاجه تقدر تقفل الفيديو من هنا وتبداها، وبعتقد ان دي حاجه ساعدت كتير ان انا اكبر وصلت لشريحه من الناس اكبر. حاجه كمان ان تكون افوردبل او تكون الناس تقدر تعملها ماديا. يعني مثلا طبعا بتشوفوا ناس كتير قوي تقول لك ازاي تبدا تعمل فلوس اونلاين او ازاي تبدا تعمل محتوى وهو جايب اغلى كاميرا واغلى ميكروفون واغلى لايت سيستم واغلى الحاجات دي كلها، ويقول لك ان ده سهل قوي انك تبدا. لكن طبعا مش كل الناس تقدر تبقى معاها الماديات انها تقدر تعمل كده. فحاول في القيمه اللي بتقدمها تكون افوردبل او تكون في متناول اغلب الناس، مش الناس اللي معاها فلوس بس. النقطه الرابعه واهم اهم اهم نقطه في السوشيال ميديا هي الاستمراريه او الكونسيستنسي، وهو انك تستمر. لما هتبدا اي اكونت زي ما هتبدا اي حاجه في الحياه، انت مش هتشوف نتيجه من الاول، واول كام شهر دول تكون بتعمل مجهود وبتحط محتوى وغالبا محدش بيشوفه، ناس قليله جدا اللي بتتابعه. ولكن الاستمراريه في السوشيال ميديا هي سر النجاح. والاستمراريه في حاجتين، استمراريه انك تكون بتعمل محتوى وبتظهر، ومش لازم كل يوم، يفضل يبقى كل يوم، يفضل يبقى مرتين في اليوم. انا مع مدرسه انك تعمل على قد ما تقدر، ولكن اعمل محتوى اللي تقدر تستمر عليه. لو ظروفك تسمح بفيديو واحد في الاسبوع يبقى اعمل فيديو واحد في الاسبوع واستمر عليه 6 7 8 شهور سنه. لو ظروفك تسمح بفيديوهين في الاسبوع اعمل 2، لو ظروفك تسمح ب3 فيديو في اليوم اعمل ده. المهم تعمل حاجه اللي تقدر تستمر عليها، لكن ما تبداش انك تعمل فيديوهين في اليوم وبعد كده تقعد اسبوع ما تعملش حاجه وبعد كده فيديو وبعد كده يومين 3 وبعد كده فيديو وهكذا، لان ده بيعمل مشكلتين. اول حاجه ثقه الناس من غير ما تاخد بالها بتقل، لان عارفه انها مش بتاخد منك حاجه باستمراريه. مره هتدي حاجه وبتغيب وبعد كده تدي حاجه، فزرار الفولو او المتابعه هيقل عنك. تاني حاجه ان خوارزميات كل السوشيال ميديا بتشجع الاستمراريه. في الاخر هدف اي منصه كشركه ان الناس تفضل عليها اكتر وقت، فلو هو لقاك انت بتنزل مره وبتغيب وتنزل تاني، هو بالنسبه له انت مش بتجذب له عملاء كتير يقعدوا على المنصه بتاعتك، فمش هيزق المحتوى بتاعك انه يكبر ولا يوصل لناس اكتر، لانه مش واثق انت بكره موجود ولا هتغيب برضو اسبوع اسبوعين. لكن لو كل فتره بتنزل باستمراريه هيبدا يشوف انك مستمر وبقالك فتره مستمر، فهيساعدك ان يزق المحتوى بتاعك ويوصل لناس اكتر تفضل ترجع للمنصه بتاعتك. وكمان مهم تاخد بالك منه ان الاستمراريه بتاعتك تكون كمان في البراندنج بتاعك. استمر بنفس الالوان، استمر بنفس الهويه، استمر بنفس المحتوى اللي ليه علاقه بالشريحه دي، ما تستمرش في اتجاهات عشوائيه او في براندنج مختلف. اخر حاجه وليس اخرا هو الانجيجمنت او التفاعل. ما تنساش ان احنا في الاخر بشر، حتى لو احنا على السوشيال ميديا احنا بشر، بنحب اللي يتفاعل معانا واللي يتكلم معانا واللي ياخد ويدي معانا. لو انت مجرد بتعمل محتوى بس ومش بتتفاعل مع الناس مش هتحس بالكونكشن كده اللي بيحصل بين البني ادمين وبعض. وتقدر تعمل التفاعل ده عن طريق كذا حاجه، سواء مثلا انك تنزل ستوريز وتكون بتتفاعل مع الناس على الستوريز وبتسالهم اسئله وبتتكلم معاهم وبترد على الحاجات دي. التفاعل التاني انك تكون بتتكلم مع الناس في الكومنتس وبتحاول ترد على قد ما تقدر على الكومنتات وتتواصل مع الناس على الكومنتات. وكمان تكون بتعمل كومنتات على المحتويات الشبيهه اللي حواليك. يعني لو انت مثلا بتتكلم في الطبخ وفي اكونتات تانية بتتكلم في الطبخ، تابعها، ولما تشوف محتوى حد منزله خش في الكومنت وقول رايك واتكلم وتفاعل مع الناس، لان غالبا الناس هتشوف ان في الحته دي انت شخص فاهم فيها وبتتكلم فيها وهيبداوا يتابعوك هم كمان. واهم حاجه ما تنساش ترد على الرسائل، دي من الحاجات المهمه قوي اللي بتخلق لك جمهور لويل او جمهور وفي، لانه عارف انك بترد لما يحتاجك على الرسائل. اعرف ناس كتير قوي للاسف اكونتاتها بتكبر وبيبطلوا يردوا على الانبوكس وشايفين ان ده حاجه كده جامده، لكن للاسف ده بيقلل ثقه الناس فيك ومتابعتهم ليك. انا دلوقتي تقريبا عندي على اغلب المنصات فوق ال 400,000 متابع، لحد دلوقتي برد على جميع الرسائل وبتواصل. مش لازم ترد في نفس اللحظه، برد اول ما اقدر ارد، لكن برد على كل الرسائل وبتفاعل معاها، لان ده مهم جدا، لان بيخلق ثقه للناس فيك. لو في نقطه معينه حابين نوضحها اكتر او نتكلم فيها اكتر ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت. لو انت بقى مهتم بصناعه المحتوى وعايز تكبر الاكونتس بتاعتك على السوشيال ميديا سواء الشخصيه او سواء للبيزنس بتاعك، في الديسكريبشن هتلاقي لينك تقدر تحط فيه الايميل بتاعك، لانه قريب جدا
بحضر لحاجه تفصيليه جدا عن صناعه المحتوى من الالف للياء، ومش هوصيك ما تنساش تتفرج على الفيديوهات القديمه، تتفرج على الفيديوهات الجديده. السلام.